السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في هاد لا فيديو جديده اللي ان شاء الله تلقاكم بخير وتلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله رانا رايحين نشوفوا مع بعض كيكه يوميه موسكوتو. راح يكون بذوق القارص، راح نعطيكم حيله باش تخلي يعني ريحه القارص قويه في الموسكوتو، وكامل يعني نحبوا هذيك الريحه تاع القارص. شوفوا النتيجه، راح يكون اسفنجي خفيف كالريشه. طبعا راح نعطيكم المقادير بالكاس ونعطيها لكم بالجرام هكذا باش تنجحوا فيه. نتمنى لكم حبيباتي فرجة ممتعة. تبعوا معايا البنات الوصفة، نبداو على بركة الله. هنا ناخذوا حبة قارص تكون كبيرة في الحجم، نسكرفجوا لها القشرة ديالها، ناخذوا غير هذيك القشرة الصفراء هكذا باش ما ديرناش المرورية في الكيكة ديالنا. ومن بعد نحطوا عليها كاس تاع السكر حوالي 200 غرام. الكاس اللي كيلت به يرفد 200 غرام ويرفد 220 مليلتر من السوائل كي نعمروه مليح. نزيدو مغرفه صغيره معمره تاع لافاني ونخلطو مليح. شوفوا هذاك السكر مع هذاك لو زيست هكذا نعبزو عليه ونخلطو مليح مليح هكذا. السكر ديالنا راح يتعطر بهذيك البنه تاع القارص. في نفس الوقت كي تكونوا هكاك تخلطوا فيهم راح تطلع واحد الريحه تاع لافاني والقارص. واش نقول لكم، من اروع ما يكون. هذه مليحه نديروها هكذا في الكيكات كي نديروا بريوش تاني. تعطينا بنه بزاف هايله الطريقه هذه. ومن بعد زدت عليهم 4 حبات بيض اللي يكونوا في درجه حراره الغرفه، وزدت عليهم رشه تاع ملح، ونضربوهم بلو باتور ديالنا. نضربوهم مليح مليح على اقصى سرعه حتى يتضاعف الحجم تاع الخليط ديالنا ويولي اللون ديالو فاتح. هنايا البنات نزيدو كاس ان دوا تاع الزيت. اللي يحبوا مقادير مضبوطه عندنا 150 غرام تاع الزيت. نزيدوها تدريجيا شويه بشويه وحنا رانا نخلطوا بها بالباتور ديالنا. هنايا ومن بعد نزيدو علبه تاع الياغورت سواء طبيعي ولا تاع بلافاني، ولا من الاحسن الا كان متوفر هذا اللي يكون بالذوق تاع القارص نزيدوها. ومن بعد نكملوا نخلطوا بلو باتور، ولكن هنا نقصوا السرعه كامل، نديروا لا فيتاس رقم 1 وما نكتروش بزاف التخلط باش الخليط ديالنا ما يهبطش هذاك القوام ديالو. ودوكا نروحو نزيدو المواد الناشفه. عندنا كاس تاع فارينه، عندنا 2 اكياس تاع خميره الحلويات، عندنا 20 غرام. دونك المواد الناشفه لازم نغربلوها، خاصه الخميره. شوفوا دائما تجي فيها هذوك الحبيبات. نزيد هنا الكاس الثاني، عندنا الفارينه تقريبا 280 غرام تاع فارينه. نجيبوا الفوي اليدوي، يعني تقدروا تكملوا تخلطوا بلو باتور، واذا كان استعملتوا لو باتور خلطوا على سرعه منخفضه وما تكتروش بزاف تخلط باش الكيكه ما تجيش معلكه. انا نفضل دائما نستعمل هكذا الفوي اليدوي. هنا شوفوا الخليط تاعنا يكون شويه ثقيل، رانا رايحين نخففوه بربع كاس تاع عصير الليمون اللي هو كان عصير تاع حبه قارص هذيك اللي سكرفشتها في الاول. كي عصرتها اعطتني تقريبا ربع كاس. نزيدوه ونخلطوه حتى نتحصلوا على هذا القوام، واحد القوام من اروع ما يكون. والريحه تاع القارص ما نحكي لكمش، كان دايره حاله. القوام يعني ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل. نجيبوا مول تاع الكيك ولا تاع موسكوتشو، ندهنوه بالزيت ولا بالزبده ونرشوا عليه كامل الفارينه، ننفضوا هذيك الفارينه الزائده. ومن بعد نفرغوا الخليط ديالنا. بيان سور في هذه الاثناء انا قبل ما نبدا نحضر الكيكه ديالي كنت شعلت الفرن على درجه حراره 165 درجه مئويه، دونك درجه حراره منخفضه جدا. ما لازمش يطيب في نار قويه باش يطيب في غردو، وفي نفس الوقت باش ما يهبط لكمش، وفي نفس الوقت باش يجيكم عالي ويطيب لكم بيان، يطيب محمر ويطيب خفيف. ياخذ لكم الوقت حوالي 45 الى 50 دقيقه. دونك اللي ما عندهاش درجه الحراره ديري الفرن ديالك كيما نقولوا شمعه، نار قليله جدا. هاوليك هنا بعد ما طاب، دائما قبل ما نخرجوا الكيكه ديالنا من الفرن تاكدوا بواسطه ان بيك لازم يخرج ناشف. نخليوها تبرد شويه، نجوزوا على الحواف الموس باش نسلكوا الكيكه ديالنا. نهزوا لو مول ديالنا باش نتاكدوا انه الكيكه ما راهيش لاصقه، ومن بعد نقلبوها فوق صحن التقديم. وهاي لك هنا النتيجه امامكم. شوفوا هذاك اللون وشوفوا هذيك الكيكه بهذاك الارتفاع كيفاش جات، وتحسوها يعني خفيفه خفيفه كالريشه.
بالنسبة للتزيين والديكور يبقى اختياري. تحبوا ديروا عصير تاع قارص تخلطوا له سكر غلاس تخلطوهم مليح مليح كشغل طليه تزيدوهم من الفوق. انا صراحة ما حبيتش نكتر السكاكر، درت رشة برك خفيفة تاع سكر غلاس ونزينوه هكذا بشرائح تاع الليمون مع وريقة النعناع. وكما نقول لكم يبقى التزيين اختياري وعلى حساب واش يكون متوفر عندكم في الدار. وهاي لك الكيكة ديالنا، يعني تقدري تحضريها في وقت قصير جدا من قهوة العشية، واحد تجي من أروع ما يكون. أنا قدمتها لهم مع العصائر هذوك اللي حضرناها مع بعض بالإكستراكتور وجات تشهي. ودوكا ما بقى لي برك نقسم لكم هاد الكيكة باش تشوفوا الخفة تاعها، ويعني تشوفوها يعني كيفاش جات لداخل. كيما قلت لكم تجي خفيفة كالريشة من أروع ما يكون. والطريقة تاع التحضير تاعها راكم شفتوها خياتي سهلة بزاف بزاف. واش نقول لكم وصلنا لنهاية تاع لا فيديو خياتي. النتيجة راهي هنا امامكم، شوفوا كيفاش تجي روعة روعة روعة. اذا كان جربتوها ما تنساوش تشاركوا لي تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام @كويزين سميرة DZ. ما تنساوش جيم لا فيديو، شجعوني بتعليق. نقول لكم احبكم في الله، تهلاو في روحتكم، تهلاو في صحتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم في امان الله.